عضو الجمعيه العموميه لحزب النور. عايزين حضرتك تتكلم النهارده كلمه لشباب حزب النور عن العرس اللي احنا شايفينه النهارده، واختيار الدكتور يونس مخيون كرئيس لحزب النور، وحاليا بيجري انتخابات الجمعيه العموميه للحزب. بسم الله الرحمن الرحيم. لعل النهارده يعني منظر حضاري ومنظر ديمقراطي ومنظر حديث لطريقه واليات انتخاب رئيس حزب النور واعضاء الجمعيه العموميه. فشايفين كل اعضاء الجمعيه العموميه ادلوا باصواتهم، بيدلوا باصواتهم، والكل اجمع على الدكتور يونس مخيوم لرئاسة حزب النور، والكل متعاون معه، والكل يدعو له بالتوفيق، والكل يشد من أزره، وإن شاء الله دائما حزب النور في تقدم. ونحن نلاحظ جميعا أن حزب النور كل يوم بعد الآخر يثبت للجميع أنه حزب كبير، وأنه حزب يستطيع أن يتعدى العقبات، ويستطيع أن يمر من مرحلة إلى مرحلة أخرى يكون فيها أكثر رساخة وأكثر أداء متقدم ومتميز. بالنسبه للانتخابات حاليا في الفيوم، هل في جرت استعدادات او اي مجمعات انتخابيه او ما شابه ذلك؟ احنا بالفعل فتحنا مجمع انتخابي لتلقي الترشيحات من ابناء الحزب ومحبي الحزب للترشح كاعضاء مجلس شعب واعضاء مجلس شورى. فنتلقى الترشيحات، وسيتم فرز هذه الترشيحات ودراسة كل ترشيح على حدة بعناية شديدة. ونأمل من كل من يرى في نفسه من أبناء الحزب أنه يتحمل هذه المسؤولية، يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية، وأنه سيقدم إلى الحزب، يستطيع أن يقدم الخير، ويستطيع أن يقدم إلى بلده الخير، ويساعد بلده على الخروج من هذا المأزق والخروج من هذه المحنة إلى تقدم. ندعوه إلى أن يتقدم إلى الحزب ويرشح نفسه حتى يساهم في بناء مصر، وحتى يساهم في بناء حزب النور، وفي بناء هذا البلد الغالي الذي واجب علينا جميعا أن نسعى إلى أن نجعله في مصاف الأمم، وإلى أن نعيد له الاستقرار، وأن نعيد له التقدم ومكانته الحقيقية بين الأمم. شكرا جزيلا. شكرا.